كوبايه عصير القصب دي عامله 10 دولار. لما ابقى في امريكا ونفسي تهفني على طبق كشري اعمل ايه؟ اول كشري اكله في امريكا. فتعالوا النهارده ناخد رحله البحث عن احسن مطاعم مصريه وعربيه، وهنشوف هل هي تستاهل وتنافس مطاعمنا في دولنا العربيه ولا الموضوع مش قد كده. فيلا بينا نبدا الفيديو. بدأنا رحلتنا عن البحث عن أحسن كشري هنا في أمريكا. أنا هسأل جوجل بارت ونشوف بقى هيجيب لنا إيه أحسن مطاعم مصرية هنا في لوس أنجلوس. في مطعم اسمه الرايق، عجبني أوي كلمة الرايق دي بصراحة. هننطلق دلوقتي على أول مطعم معانا نجرب فيه الكشري ونشوف طعمه عامل إزاي. يلا بينا. أخيرا يا جماعة وصلنا المكان. واخدين بالكم الكشري يا جماعة؟ الكشري منور المكان هنا في أمريكا. المكان ده على النت اسمه الرايق. الباب مش بيتفتح ليه؟ كشري. اوكي حبيبي الله يخليك، شكرا. فتحنا الباب اخيرا يا جماعه. الباب تعالوا بقى نقفله تاني. مش عارف انا موجود في السوبر ماركت عادي يا جماعه. في محل هنا بيبيع كشري صح؟ فين؟ أيوة. اوكي. عندنا كشري حواوشي كده سجق جامد كل جدا حاجة. ما شاء الله. بص انا عايز كشري بس النهارده. حابب اعمل لك مكرونه بالكبده. ده خليها كشري بس. هم فاتحين بارتيشن هنا جوه السوبر ماركت. عنده كبده وكشري وكفته وعنده عصير مانجا وعنده هنا شاورما وعنده باربيكيو تشيكن. كاتب لك كمان ايه بيست كشري في العالم. طالما يا جماعه المفروض بقى الاوردر هيجي قاعد على الترابيزه اهو ومشغلين مزيكا مصري وعاملين اداء حلو يعني. الكشري وصل اخيرا بصراحه بطبق ضخم جدا. فتعالوا بقى نشوف الرايق هيروقنا ازاي النهارده بالكشري بتاعه. ده شكل طبق الكشري بصراحه. الكميه كبيره، البصل شكله نظيف يعني. انا حاسس الخامات نظيفه يعني. اول حاجه ما دقتش يعني. بس تعالوا بس نحط اول حاجه طبعا ايه. نبدا انا بعشق التقليه. حجم الطبق يكفي 5-6 تقريبا يعني. اول كشري اكله في امريكا. بسم الله. جامد. بصوا مبدئيا الخامات حلوه جدا جدا. هو بيفكرني بكشري امي لما بتعمل كشري بالظبط يبقى نفس الطعم. الحاجه الوحيده مش عاجباني في الكشري بصراحه الرز كان محتاج يستوي سيكه زياده. التقليه والصلصه حلوين جدا بس مختلفين عن كشري الشارع في مصر شويه. تقييمه على فكره ان هو كشري موجود في امريكا هو 9/10. تقييمه مع لو هنقارنه بقى بالكشري مثلا ابو طارق الخديوي 6/10. ليه؟ عشان بصراحه هو مختلف. يعني ليه مثلا الكشري ما يجريش في طبق زي بتاع الكشري اللي في مصر، الحاجات اللي في مصر الكلام ده كله. بص هتمزج مع الكوبايه الحديد او الستانلس ستيل دي يا جماعه، هتمزج هبقى مبسوط. مش قادر، انا اكلت كتير بصراحه يا جماعه. كان وحشني الكشري يا جماعه بجد. دفعت يا جماعه توتال 18 دولار و50 سنت. المهم بقى تعالوا نطلع على المطعم اللي بعده نشوف هيبقى عامل ازاي. وانا في طريقي للمطعم اللي بعده لقيت هذا المكان كنافه كافيه. هذا هو المكان. دي كنافات حلويات كلها زي ما انتم شايفين. ودي هنا يا جماعه الكنافه اهي تقريبا. دي كنافه نابلسيه. ممكن كنافه. القطعه عامله 6 دولار وحاجه و70 سنت. انا مستغليها سيكه بس قشطه يعني. ثانك يو. ايه ده يا جماعه؟ انا اكلتها مره واحده في حياتي. كان في مصر كان مكان اسمه ايه حاجه وكنافه كده، كنافه وبسبوسه تقريبا. كانت عجبتني بصراحه ساعتها. فتعالوا بقى نجرب اللي هنا عامله ازاي. تعالوا بقى ندوق. بسم الله. احلى حاجه فيها ان هي ما فيهاش سكر زايد. السكر بتاعها مظبوط وانا ما بحبش الحاجات المسكره قوي. انا ضايق طعم الجبنه وضايق طعم الكنافه والفستق والسيكت اللي هو البتاع اللي بيحطوه العسل ده. فبصراحه يعني لطيفه. كنافه كافيه موجود هنا يا جماعه في كاليفورنيا في انهايم. فتعالوا بقى نطلع على المطعم اللي احنا رايحين له. في حاجه اسمها مطعم بيت المندي وفرن الحاره. ده في حاجات كتيره يا جماعه. تعالوا بقى ايه ده مطعم تايلاندي. ايه اللي جابه هنا ده؟ في عصير قصب هنا يا جماعه. ده فرن الحاره هنا بيقدم مناقيش وزعتر وجبنه والكلام ده كله. انا يا جماعه مش مصدق كميه المحلات العربي اللي ضاربه في المكان هنا. بجد الموضوع كبير. دلوقتي هنروح نجرب القصب لان الواحد برضه وحشه شوب القصب كده المحترم في عز الحر عند محطه مصر ده. هو ده المكان يا جماعه اسمه سكوب اند جوس. تعالوا نشوف. بصوا يا جماعه دي المعصره اهي. كوبايه عصير القصب دي عامله 10 دولار هنا في امريكا. انتوا متخيلين الرقم؟ لا ده غالي قوي. غالي يعني اغلى من اي عصير في الدنيا. ايه بس احلى عصير يا جماعه. لا بس كتير قوي 10 دولار على. انا اتصدمت من السعر. هنشوف طعمه عامل ازاي ونقول. هو ملوش علاقه بعصير القصب بتاعنا. اقول لكم على حاجه، انا حاسس انها ميه بسكر. حد هيقول لي ما السكر بيجي من القصب، انا معاك، بس بيبقى ليه طعم. ده ملوش طعم. انا ب 10 دولار يا جماعه اجيب لي 3-4 كيلو سكر يا جماعه بدل البتاع ده. لقيت محل فطير اسمه فطير مصر هنا في امريكا. فطير شرقي. تعالوا بقى نطلع عليه
ناخد لنا كده فطيره محترمه كده بالسجق، ونقارنها بقى ونشوف الفطير اللي في امريكا ولا الفطير اللي في مصر، خصوصا انا متعود على فطيره ابن الشيخ اللي عندنا في فاطمه رشدي، فهنشوف بقى ايه نقارن ما بين الاثنين. يلا بينا. طبعا وصلت المكان، بس هو ما طلعش مطعم، هو طلع حاجه اسمها مطعم سحابي كلاود كيتشن. يعني ايه؟ تعالوا اوريكم. ده في مكان، بصوا المكان اللي احنا فيه ده ايه؟ مكان مخازن وشركات، فده بيبقى مطبخ واحد بيخدم على كذا مطعم. بص ده شكل المكان، مطعم عادي جدا. ستارت هير بليس اوردر. دي كل دي المطاعم اللي بيخدم عليها. فطير مصر اهو، ايجيبشن فطير، لقيته. ايوه كده، ايوه كده. بصوا بقى المنيو الفطير بتاع مصر، ايجيبشن فطير يا جماعه. عنده فطير بالسجق، سجق اهو، ايجيبشن سوسج بالبسطرمه بالنيوتيلا، جراوند بيف فطير، فيجيتيريان فطير. احنا هنجيب بقى واحده بالسجق، هي ب $20 هندفعها وخلاص. في صوص مصر، تعالوا نشوف، انا بحب صوص مصر ده، تعالوا نشوف صوص مصر ده عامل ازاي. الحساب كله $22 و63 سنت. طلبت الاكل هيبقى جاهز في خلال من 6 ل 16 دقيقه، هنقول ربع ساعه يكون الاكل جاهز. بصوا يا جماعه فطير مصر بيكلمنا اهو. I wanna ask you if you want the sauce inside الفطيرة or on the side. لا اوتسايد ده فطيره. جوه الفطيره ولا بره الفطيره؟ هو خليها بره الفطيره، هو بيبقى جوه الفطيره احلى. طيب لا انا رايي من بره احسن. ما انا بقول لك هي بره الفطيره احلى. بصوا يا جماعه فطير مصر بيقول لي الايه الاوردر وصل. بنعمل هنا تشيك ان. بصوا بقى يا جماعه الفكره بتاعتها ايه، هو بيديك لوكر، انا بدوس على البتاع ده كده بيفتح لي ده. بس يا جماعه اهو الفطيره جهزت. اول مطعم امريكي يقدم جلافز، مش حاطين وش من ظهر. مش عارف بتفتح من ايه، طلع بتفتح من كده. بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى ايه ده، انا اسف. بصوا بقى، بصوا بقى ايه ده. دي الفطيره دي ب $22 يا جماعه. لا حجمها يا جماعه صغير صغير يعني. المهم احنا لينا في الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل السجق بتاعهم هنا في امريكا. دايما السجق بيبقى مفروم، لا ده هنا عاملين سجق ايه مقطعينه قطع، وهي كخامات برده حلو. انا شخصيا بحب الفطير اللي بتبقى العجينه بتاعته رقيقه قوي مش كتيره. في اماكن فطير بتلاقي كل الفطير عباره عن عجينه وحتتين لحمه كده، لا هنا عاملين العكس. هنا العجينه رفيعه قوي، اللحمه كتير، بس ناقصه ملح، ناقصه بهارات، ناقصه حاجات كتير قوي. يعني انا باكلها تحسها ايه، دلعه بلين كده. يمكن دلعه عشان مش مع صوص مصر. صوص مصر اهو، ده صوص مصر يا جماعه، صوص مصر بنفسه جاي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صوص مصر فرق يا جماعه. صوص مصر ملمسه كده تحس انه ايه، مدي على توميه، بس هو مش توميه. تحس انه حاطين عليه مستردة وبهارات وبتاع. حلو، لا صوص حلو بصراحه، طعمه حلو، طعمه كده ايه، يجوع. حلو قوي. صوص مصر طلع عالمي. انا كنت المفروض والله العظيم انا هكلمكم بجد رحت الجيم امبارح وقررت ان انا هعمل تحدي 28 يوم دايت. انا لسه مستمر عليه، بس انا بدات بيوم الفري. بس يا جماعه عشان انا خلاص بقيت عاجز عن الكلام بعد كميه الاكل دي. الفيديو ده يا جماعه بكلمكم من ليتل اريبيا هنا في انهايم، فيها كميه مطاعم عربي ومحلات عربي كتيره جدا، سوبر ماركتات عربي، الناس اللي عايشه في لوس انجلوس او في اورنج كاونتي. واشوفكم في فيديو جديد. معاكم يحيى كريم. مش قادر اتنفس يا جماعه من كتر الاكل. بكلمكم هنا من اورنج كاونتي. السلام عليكم. الشمس ضربه في وشي، انا اسف.